مساء الخير. انا اول مره في حياتي اعمل لايف. آه كنتش ناوي يعني ان انا اطلع اتكلم في الموضوع دوت. بس هو الموضوع استفزني، لان انت ما بتتكلمش عن لاعب، ولا بتتكلم عن مثلا صفقه رايحه، صفقه جايه، ولا اي حاجه. انت بتتكلم عن نادي الزمالك. عارف يعني نادي الزمالك؟ نادي الزمالك ده قبل ما انت تتولد، وقبل ما السعودية كلها تبقى اصلا بلد، نادي الزمالك ده كان وطن. هقول لك انا على حاجة. تركي الشيخ، تمام، لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك تغسل رجليك، تقلع اللي في رجليك كده اهوت، وتغسل رجليك وتقعد تربع ايدك ورجلك وتسمع يعني ايه الزمالك. الزمالك ده انت ودولتك والقارة اللي انت فيها عارفة يعني ايه الزمالك، وعارفة يعني ايه. احنا مش محتاجين لا ملايينك، ولا محتاجين دعمك، ولا محتاجينك انت شخصيا، ولا بلدك. تمام. انت جيت مصر علشان خاطر نادي البقالين، عشان تيجي تدعم. وانت راجل، انا اهلاوي، واللي يلعب معانا يستحمل، ومش عارف ايه. شوبير، المتنك اللي بيقعد يقول لك ايه، انا احسن مذيع، وانا اول مذيع، وانا اكتر واحد كان بيعمل برامج، وانا مش عارف ايه. نزل مراسل. عارف يعني مراسل؟ يعني نزل من فوق اعلى الهرم، نزل لغاية البدروم عشان خاطرك انت. احنا مش كده. عارف ليه؟ عشان احنا نادي الزمالك. زمان اللي كان بيبقى ماسك رئيس نادي الزمالك كان الملك فاروق. ها، يا اللي ما تحصلش اصلا ساعاتي بيعمل له ساعة في ايده، او بيعمل له جزمته. انت ولا حاجة. دعمت الزمالك لكل حاجة. المقابل، انا مش مع مرتضى منصور. راجل قليل ادب، عصبي، وبيطلع ينتقد ومش عارف ايه. عنده حق، بس مش بالاسلوب ده. ما عندوش لباقة الكلام. بس عشان بس تعرف حاجة، هو ما يقدرش يعمل زي ما الكابتن بيبو، يمشي كلمته ولا حاجة. لا، هو عارف هو ماسك مين. نادي الزمالك. الزمالك يعني جمهوره، يعني الالتراس اللي ياما العالم كله وقف كده هوت وقال يعني احنا عايزين نتعلم منكم. احنا الزمالك، احنا نادي الملوك، نادي الدولة بقى اللي انت رحت تدعمه، لان هو محتاج دعم. ومن زمان ماشي بالدعم، ماشي بالدعم بالفلوس، ماشي بالدعم بالحكام، ماشي بالدعم لجنة المسابقات، ماشي بالدعم من اتحاد الكورة، ماشي بالدعم بكل حاجة. هو يا عيني ماشي بالدعم. كل ما يروح يا عيني ننوسه عين ماما، لا احنا نجيب له حكم عشان خاطر ايه، خدوا بالكم من اللعيبة عشان عندهم ماتش في افريقيا. ايه ده احنا نجيب لهم ماتشة سهلة. ايه ده احنا نخلي لهم الزمالك في الاخر. ايه ده ما يروحش يلعب في الاسماعيلي. ايه ده ما يروحش يلعب في المحله. احنا نروح نلعب في اي حته لينا احترامنا. ها، الناس بتتمنى تقف كده هوت وتمسك تيشيرت الزمالك في ايديها وتقول احنا معانا تيشيرت الزمالك. ماشي. انت جيت مش دعمت الزمالك، انت جيت سرقت الزمالك في احمد الشناوي قبل ماتش الاهلي والزمالك باسبوع، عشان يفوت ماتش الاهلي والزمالك اللي خسرنا فيه 3. وليد ازارو، وماتش وليد ازارو وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، لما اول ماتش اللي كان لايهاب جلال، لما بس مرسي ضيع ضربة جزاء. مش مشكلة. احنا فكرت ان احمد الشناوي يجي الاهلي. فطبعا مرتضى منصور عارف، اداك على دماغك وسمعك الكلام وخلاك شكلك ولا تسوى شيء. فانت عشان تصالحه رحت جبت لنا ساسي، وبعديها انت اللي جيت وعرضت على مرتضى منصور فلوس. مرتضى منصور جه قال لك انا ما باخدش فلوس، عايز الفلوس تدهاني حطها في خزينة النادي، علشان خاطر لما تيجي لجنة تجرد تلاقي الفلوس دي موجودة
ونجيب بيها لعيبه. جبت جروس، جبت حمد النقاز، جبت ساسي. اللي انت جبتهم دولت مقابل اللي انت خدت احمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول والزمالك. خدت مننا احمد توفيق خط النص بتاعنا، كان من اقوى خط نص موجود في الدوري المصري كله. خدت مني علي جبر كان مدافع منتخب مصر. خدت مني خد مين تاني يا نادر؟ صفقة عبد الله السعيد عبد الله السعيد لينا فيها بالمناسبة معلش انا اسف يا نادر. شرط جزائي. حضرتك كان في شرط جزائي موجود في عقد عبد الله السعيد، وانت جيت اتحايلت على نادي الزمالك ومرتضى منصور ان احنا ما نفعلش تليفوناتك يا ابني، ان احنا ما نفعلش البند بتاع الشرط الجزائي. وقلت ايه؟ احنا مش هنفعله عشان خاطر عبد الله السعيد. طب الزمالك ليه فلوس في الشرط اللي هو بتاع العقد، الشرط الجزائي بتاع العقد عبد الله السعيد، احنا عايزين فلوس هنفعل البند. احنا بنرجع في كلامنا. لا احنا مش بنرجع في كلامنا، احنا بنطلب حقنا ماشي، بس ما دام هتعمل صلح روح اعمل صلح ماشي، بس احنا لينا فلوسنا ناخدها. وما تهوبش ناحية نادي الزمالك تاني. خدت مننا لعيبة واديتنا لعيبة، خدت مني 4 أو 5 لعيبة، وانا خدت منك وانت جبت لي 3 لعيبة ومدرب. المدرب ماشي واللعيبة موجودين، ولو جيت قلت لهم امشوا من نادي الزمالك هيقلعوا اللي في رجلهم ويدوك بيه. بص يا عين امك، لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك اتكلم بأدب، اتكلم باحترام. احمد عفيفي طلع واتكلم، ومش اتكلم ان هو يشحت علينا. نادي الزمالك يتشحت عليه؟ طب انت بلدك كلها كانت بتشحت، ونادي الزمالك هو اللي جاب بلدك كلها وقعدهم عنده في فندق النادي. حلمي زمورة لما جابكوا قعدكوا في فندق النادي كنتوا بتاكلوا وتشربوا على حسابنا دولتك. انتوا كنتوا لسه خيمتين وجمل وما كانش ليكوا لازمة. وانور السادات الزملكاوي اللي كان موجود في نادي الزمالك كان بيستأذن عشان يخش نادي الزمالك، رئيس الجمهورية كان بيستأذن عشان يخش نادي الزمالك عشان يخش حلم زمهورية يلعبوا طاولة ويكسبوا ماشي. الصور موجودة كنا بتكلمك خلاص، الصور موجودة هنزلها دلوقتي على الصفحة بتاعتي. صور موجودة الملك سلمان لما كان يجي عشان يزور نادي الزمالك، رئيس انور السادات ورئيس جمال عبد الناصر، الملك فاروق، وكل ده كان موجود في نادي الزمالك. كان نجيب محفوظ، كان أدباء وشعراء ورؤساء وناس اللي هم اسمهم الصفوة، اللي انت كلب ولا ليك لازمة، بس الناس الصفوة اللي انت مش هتقدر توصل لهم بيتمنوا ان هم يخشوا نادي الزمالك. بص احنا مش هنتم نفسنا معاك، اللي عندي قلته لك. هجيب سيرة نادي الزمالك بأوسخ جزمة وهتاخد بيها. احنا مش نادي حرامية ساعات ناخد في الساعات ونقول ايه احنا ما خدناش، لا خدنا. طب اصل مش عارف ايه، انت مش هتيجي تطلع تقول علينا عصابة وحرامية ونادي بنسرق ومش عارف ايه وهنسكت ونحط جزمة ببقنا زي الخطيب. لا، ده لو رئيس النادي بتاعي ما ردش هيلاقي لساننا احنا قبل ما يفكر ان هو يقول لا مش هرد، هيلاقي لساننا احنا اطول من بلدك كلها. هنسمعك ونهزقك، واحنا مش بنتكلم وبس، احنا بنتكلم وبنفعل. هما بيطلعوا يشتموك، احنا هنطلع نعلقك. انا مش عايز اطول في الموضوع ده ملوش لازمة. عفيفي كان ظهرك وسندك وكان دايما يطلع يتكلم عنك بشكل كويس جدا، بس خد بالك عفيفي زملكاوي، وانا زي ما قلت لك اي حاجة تحمل اسم الزمالك هي اشرف منك. بس انا تقريبا كده الموضوع بالنسبة لي انا جمعته، ويا ريت ما اسمعش الصوت التاني. شكرا.